بقول لك ايه يا ابني؟ قول يا عم الحاج، انا تحت امرك. خد طلع لي نمرة ام محمد من على التليفون. عينيا يا عم الحاج. ام محمد ام محمد ام محمد. مفيش يا عم الحاج ام محمد خالص. اتأكد يا ابني، دور كويس. دورت ومفيش، في امل. امل دي هي ام محمد يا ابني. هات هات، انت شكلك مش بتفهم في التليفونات. يعني كده ايه نظام الدايت يا دكتور؟ اللي قلتلك عليه زاد، ممنوع الشاورما والمقليات وكمان ممنوع البيتزا. ويلعن ابو ام اصحابك. بتشتم اصحابي ليه يا دكتور؟ انت يا اختي لما تخرجي معاهم ويعزموك على بيتزا وتقولهم الدكتور منعني، هيقولك يلعن ابو ام الدكتور. طمني يا دكتور، جوزي ماله؟ يا سواد الحلال، انت عملت في الراجل ايه؟ النبي يا اخويا ما عملت حاجه، ده احنا خلصنا الفرح وقال لي خش غير الفستان. غيرت الفستان وشلت الميك اب وخرجت له، لقيته بيقول عفريت 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 ونط من الشباك. طب هو شاف شكلك كده مرة واحدة على طول؟ اه. اه، في الشارع اللي وراه. على العموم جوزك عنده كسر في الحوض. هو لحق يا اخويا؟ هو ايه اللي لحق يا ولية؟ مش مشكله يا اخويا، اهم حاجه هيخف ولا إيه الدنيا؟ هيخف ان شاء الله. بعد قد ايه؟ يعني ممكن شهرين كده. شهرين؟ اه، من الكسور دياتي بتاخد وقت عشان ترجع لطبيعتها تاني. مش مشكله يا اخويا، اهم حاجه تكون الحنفيه بتاعته شغاله. ابا. نعم يا حبيبي. انا عاوز اتجوز تيتا. ايه؟ انت عبيط يالا؟ تتجوز امي؟ طب ما انت متجوز امي.